أصدقائي أحبابي في كل مكان، وحشتونا وحشتونا، عاملين إيه؟ إيه أخباركم؟ حلقة جديدة مع فرفوش وأصحابه. يلا بينا. أهلا أهلا بأصحابي. إزيك يا فرفوش؟ وإزيك يا كوتش؟ عامل إيه؟ أوعى أكون كويس. يعني ايه قصدك ايه يا ابني انت حتى كلمة ازيك بتطلعها زي السم. ده مفيش فايدة فيك يا ابني. يا جماعة ما تهدوا بقى شوية، هو كل شوية تتخانقوا. ما قلتليش رأيك يا كوتش؟ بيقولوا بقى ماتش ملاوي ده والمنتخب لما فاز 4-0، في ناس بتقلل من قيمة الماتش ده وفي ناس مبسوطة. أنت إيه رأيك يا كوتش؟ انا اقول لك على اللي فيها. الموضوع باختصار ان فرقة ملاوي دي مش فرقة كورة، واحنا عمالين نطبل للمنتخب ونقول اللي هو فاز وعمل اللي ما تعملش. لا، ده اونطة، كلها كوسة واونطة. ايه الكوسه اللي فيها يا كوتش؟ ما هو فاز 4 وعملوا شغل. ده حتى احنا ما فزناش بالنا كتير، وكمان بنفوز بره ارضنا. عايز ايه تاني؟ ما ده اخرك ده كده اللي مش فاهم. انا قلت لك قبل كده، قلت لك ايه، احنا دي مصر، المفروض الفرق دي اثيوبيا، غينيا، الملاوي، كل الناس دي تحت مستوى تالت. يعني المفروض انت تكسبها 3-4 مستريح، مش تتغلب من اثيوبيا. دي كارثه يا ابني. وانت كده على طول يا كوتش، لا يعجبك العجب ولا الصيام في رجب. انا عذرك عشان انت اسمك فاهم، مالك مش فاهم. هقول لك ايه، اسند ظهرك بقى. يا جماعة رمضان كريم. قول لي بقى يا كابتن، كولر هيعمل ايه في ماتش الهلال؟ انا من واقع خبرتي في القهاوي والكافيهات ما اسمعش الكلام كولر، كلامي انا بالتحديد. هيزعل وهيزعل قوي وهيزعلنا معاه. هقول لك انا يا فاهم يا اللي مش فاهم، كتكنيله بدماغك دي اللي عامله زي الكنافه. ولا انا انصحك تحط دماغك دي في الفرن عشان نلحق ناكلها قبل ما رمضان يخلص. اسمعوا مني بقى الخلاصه من الاخر كده. كولر لو ما حطش 3 ارتكاز، وانا بصمم على 3 ارتكاز، الكولر هيودينا ورا الشمس. لازم 3 ارتكاز، السولية وديانج ومروان عطية، عشان يقفل وسط الملعب. هو ده الكلام. في الختام سلام.